الفراخ السوري وحلاوتها. يلا بينا نعمل طريقتها بطريقة سهلة وبسيطة زي المطاعم بالظبط، وتنفع لسفرة رمضان وأي عزومة هتشرفك جدا. يلا بينا نشوف المكونات ايه هي. معايا 4 من فصوص الثوم، معايا عصير برتقانة بيديها طعم حلو قوي 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 يعني، واحنا في موسم البرتقان يعني. وعصير ليمونة كبيرة، هاخدها كاملة يعني، بس انا فضلت ان انا اعصر العصير الاول بتاعها واحط القشر بتاعها، فيك تقطعيه قطع صغيرة وتحطيه. وكمان هرسة الشطة معلقة كبيرة، ومعلقتين من الصلصة، لو مش عندك هرسة شطة مفيش مشكلة. وكمان بس دي الطريقة اللي هي المظبوطة. وكمان هحط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين كده معايا. خليكي واحدة واحدة، وهكتب لك برضو التوابل في صندوق الوصف تحت. بالظبط. حطيت كده الملح بتاعي، وهبتدي بقى احط القرفة وال11 بهار، قرفة و11 بهار او بهارات فراخ اللي تفضليه، وكركم وكاري وبابريكا. انا كده دلوقتي بحط البابريكا، كركم وكاري وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وحبهان. دي كده التوابل بتاعتي. هضربهم في الكبة كويس، و هنعمل بقى ايه، محلول نقع وفي نفس الوقت تتبيلة للفراخ السوري. بس دي لازم تتعمل قبلها ب24 ساعة، لازم تتعمل قبلها ب24 ساعة. هكتب لك بالظبط عشان لو نسيت اي توابل انا بقولها في الفيديو، هكتبها لك بالظبط بالتفصيل في صندوق الوصف تحت. كنت عامله التوميه في الفيديو اللي قبلها، التوميه السوري برضو الاصليه، تقدري ترجعي تشوفيها في الفيديو اللي قبل ده على القناه. لو لسه ما اشتركتيش تنوريني وتشتركي وتسيبي لي كومنت حلو وتقولي انت بتابعيني منين او شفت الفيديو من انهي بلد، ولايك جميل منك. هنا كده انا حبيت ازود الكركم والكاري لان دولت بيدوها طعم حلو قوي، طبعا مع الحبهان وشويه التوابل اللي احنا حاطينها. انت لو مفكره ان هي كتير فهي مش كتير جدا، لان احنا هنجيب طبق مليان ميه وهنحط التوابل دي، فطبعا هتخف معايا. وهنقعها ليله كامله يعني 24 ساعه يعني. يعني هتعمليها مثلا العصر، يبقى قبليها بيوم بالعصر تعمليها. ده بيخلي الفراخ تبقى حلوة والتوابل بتاعتها خفيفة وفي نفس الوقت جوسي جدا زي بتاعت بره، وبتبقى طرية خالص خالص خالص. كده انا قلبت كويس الخلطة بتاعت التوابل اللي انا عملتها بالمية، وهشوف لو عايزة ملح ولا اي حاجة بحط ملح تاني، لو مش عايزة خلاص. طبعا هنا لقيتها محتاجة ملح هحط ملح، وبعد كده هحط التوابل بتاعتي الصحيحة اللي هي المنكهات بتاعتي بقى زي ما هتشوفي كده معايا. ظبطت الملح، وهحط ورق لورا ولومي وحبهان صحيح، ولو عندك قرفة خشب هحطي اللي هي توابل الشوربة. وهنبتدي نقلبهم كده ببعض كويس لحد لما يمتزجوا ببعض. وهبتدي بقى احط لو عندك شرايح من البرتقال، بتدي تيست حلوة قوي البرتقال مع المشاوي، تحفة حلو قوي يعني، بيخلي الحاجة ميزيزة كده. وشرايح من الليمون، وكده يعني شكل الطبق اصلا لوحده يفتح النفس. هجيب الفراخ هكون غسلها كويس وعامله لها كده من الصدر كده بالسكينه، ومن عند الفخده كده من جوه الجلد، وهنقعها كويس. دي انا هعملها في السيخ، والوراك دي هعملها هقولك على تسويتين بالظبط، عشان انتي لو ما عندكيش شوايه سيخ الشوايه في الفرن، في ناس بيبقى ما عندهاش السيخ ده، فهقولك على طريقة تانية برضو هتتابع معايا للفيديو ده. تاني يوم بعد 24 ساعة هبتدي دلوقتي اسويها. كده هي شربت من التتبيلة، وهوريكي كمان هي ازاي داخلة التتبيلة لجوه. هجيب السيخ بتاعي، هحط الشوكة ديت،
هوريكي برضو طريقة التقفيل بتاعته، ركزي فيها قوي لان الطريقة ديت هتخليها يعني ايه داخلة في بعضها وما تتفكش منك بسهولة، لان هي بتبقى مستوية قوي فما تتفكش منك بسهولة وتتهري منك وانتي بتطلعيها، تطلع سليمة زي ما هي كده. انا بعد ما حطيت الشوكة عند الصدر من فوق ودخلته فيها كويس، هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده انا بحط الدبوسين بتوع الوركين ورا السيخ، يعني انا دخلت اهو السيخ، هبتدي احط الوركين ورا وادخل الشوكة التانية وادخلها جامد قوي واروح جاية ايه في الفخدة من تحت واروح جاية ربطها زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. دي طريقة تسوية. لو انتي ما عندكيش دي بقى ممكن تعملي ايه، الفرخة هي سليمة زي ما هي عندك برضو متقطعهاش، لو عايزة تعمليها وراك ماشي، عايزة تعمليها صدور بس ماشي، عايزة تعمليها فرخة كاملة برضو ماشي زي ما تحبي. انا هنا كان عندي وركين كمان، هجيب صينية وكيس حراري وهحط فيه الوراك. طبعا الدبوس لو انتم ملاحظين اللي هو الجناح، دبوس الجناح كان جاي الفرخة من عند الفراجي مقطوعة كده، فانا حطيتها معاهم يعني اتبلت معاهم ومفيش اي مشكلة، بحطها معاهم. وهحط كمان مغرفة من المحلول النقع والتتبيلة اللي احنا عملناه قبليها بليلة، اللي احنا سيبناه منقوع فيها ليلة، مغرفة بس. واروح جاية قافلة الكيس كويس وهروح جاية مدخلاه الفرن في الرف اللي في النص، هوريكم برضو ازاي في الفرن. هنا بس انا حبيت احط التاتش بتاعي اللي هو الايه الشرايح من البرتقال وشريحتين كده من ليمون، طعمها بتدي طعم ومزه حلوه قوي. وهعمل فتحه صغيره في الكيس الحراري وكده، انا كنت حطيتهم في الفرن تحت بعض ياخدوا من بعض كده. المهم هنا بقى ايه، هنعمل الصوص الاحمر اللي بيتقدم مع الفراخ السوري، بتبقى في المطاعم السوريه، يعني اللي بياكل من المطاعم السوريه هيعرف الصوص ده. معايا هنا معلقه ونص من هريسه الشطه او دبس الفلفل زي ما هما بيسموه، معلقتين من الصلصه، حبهان، طرف معلقه الحبهان. كمان بيتحط لها اللي هي حبة البركة بس انا ما كانش عندي، حطيت ملح وفلفل وحطيت كزبرة وتوم باودر. لو انتي ما عندكيش لو انتي مش حابة تستخدمي توم فريش، وهقلبهم كويس. وكمان عندي هنا هقولك انا جبت ايه بقى اللي نازل الصوص اللي هو الدسم بتاع الفرخة اللي نزل في الصينية، فانا خدت منه شوية كده في طبق معلقتين وهبتدي اقلب بيهم. لو انتي ما طلعش معاكي الصوص ده او الدسم بتاعه اللي هو بتاع الفرخة منزلش معاكي او اتحرق منك معرفتيش تطلعيه، فممكن تستخدمي زيت نباتي مفيش اي مشكلة، بس دوت بيديها طعم حلو قوي. الصوص اللي بيبقى نازل من الفرخة ده بتحطيه على الصوص الاحمر اللي احنا بنعمله، فبيخلي التست حلو قوي قوي يعني. وممكن تقدري تضيفي برضو دبس رمان بيديها مزازة لو انت حابة، مش حابة خلاص. وحبة البركة. كده الصوص بتاعنا جهز، هنبتدي بقى نقدم مع بعض دلوقتي الفرخة بتاعتنا الجميلة بعد ما استوت زي ما انتم شايفين كده، يعني شكلها حلو قوي وطعمها كمان يعني لا يقاوم، التتبيلة خفيفة وطعمها باين في النسار من جوه كمان، ويعني حلوة قوي وفي نفس الوقت مش دسمة، منزلة كل الدسم اللي فيها، بس جوسي يعني جوسي كده طعمها حلو. ديت الفرخة اللي انا عاملاها ودي في الشواية، ودولت الوركين اللي انا عاملاهم في الكيس الحراري. فيكي بقى تعملي ايه قبل ما تطلعي على طول، تاخدي من الصوص الاحمر اللي احنا عملناه وتدهني الفراخ اللي هي كانت في الكيس الحراري وتسيبيها 3 دقايق كده او 4 دقايق، يعني تسيبيها لحد ما تتحمر كده على الشوايه، تشغلي الشوايه بس من فوق تسيبيها تتحمر. بس انا استعجلت عشان التصوير كنا جعانين بصراحه، وقدمتها في بعيش سوري تحت كده. وممكن تعملي رز بسمتي وبطاطس، طبعا التومية انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده، وقدمتها مع التومية والصوص الاحمر. ودي وصفتي النهاردة، لو كانت عجبتك ووصلت لحد هنا متنسينيش في لايك وكومنت جميل ولايك جميل منك. باي باي.